السلام عليكم اصدقائي. قصتنا اليوم صعيبه بزاف، وقعت في مصر، ومن كثرة ان القصه صعيبه القاضي اللي حكم في هذه القضيه تعصب وتنرفز في وقت المحاكمه. فبلا ما نطول عليكم اصدقائي، تبعوا معايا القصه حتى الاخير. هذه القصه وقعت في 2008 في مصر، في منطقه سميتها قنطره. واحد المراه سميتها وليد، عندها ولد سميتو وليد. قررت انها تزوجو وتختار ليه وحده من الاقارب ديالهم. اختارت ليه وحده سميتها رندا. هاد رندا في البدايه رفضات، واخا عائلتها وافقوا على هذا الزواج، ولكن هي رفضات. تزوجوها بزز منها. هي من البنات اللي كانوا كيتمناو انهم يتزوجوا عن حب، يعني تعرف على شي واحد وتزوج به من اختيارها، لكن كانت الظروف منها تزوجات بزز منها في الاخير. كان الزواج ديالها تقليدي. في بدايه الزواج اكتشفت ان راجلها عنده ضعف جنسي. بغيتكم هنا تفرقوا بين الضعف الجنسي والعجز الجنسي. السيد كان عنده غير ضعف جنسي. مشات عند عائلته وقالتها لهم، لكن ردوا ليها وقالوا لي هذا السيد مزيان وحنا عارفينه وعارفين عائلته، يعني خليك معاه. ولكن ما دخلتش ليها هذه الهضره لراسها وما تقبلتهاش. توترات العلاقه ما بينها وبين راجلها. قررت انها تولي دير له شي حوايج باش يطلقها بزز منه. بدات كتضحك عليه ومره كتعايرو، ولكن هو كان ما كيقدش يقول لي حتى شي حاجه لانه كان تيبغيها. وبمرور السنين الوليد كان صابر وما باغيش ولادو يتربوا بعادين عليه، كان كيصبر لهضره راندا مراته. ففي واحد النهار راندا دارت مشكله بالعاني مع وليد، اختها لقات مشكله وقررت تمشي لعائلتها تجلس معاهم. عائلتها كاينين في منطقه بعيده عليهم. مشات وجلست معاهم تقريبا 8 شهور، يعني 8 شهور وهي بعيده على راجلها وليد. ديك 8 شهور كانت مقلقه وغير كتفكر كيفاش تفك من راجلها وليد باي طريقه. ففكرت انها ترفع عليه قضيه خلع، ولكن اكيد عائلتها ما خلوهاش. فكانت كتشكي على صحاباتها وعائلتها، حتى واحد ما كان كيسمع ليها. في الوقت اللي كانت عند عائلتها كانت كل نهار كتخرج كتسارى كتمشي تشري اللي خاصها، حتى تعرفت على شي واحد كان عمره 25 سنه، يعني صغر منها ب5 سنين. هاد الشاب كان سميتو السيد احمد. تعرفوا على بعضياتهم وولات علاقه غراميه ما بيناتهم. وطول المده اللي كانت عند عائلتها هاد العلاقه زادت تطورات. واحد النهار قررت انها ترجع للبيت ديال زوجها والد وتخلي اللي تعرفات عليه السيد احمد بعيد في ديك المنطقه اللي كتسكن فيها عائلتها. فملي جات بقات كتفكر كيفاش تعاود تلاقى مع هذا السيد مره اخرى. عيطات ليه وقالت ليه ان راجلها كيخدم بالليل وحتى بالنهار، فممكن انه يجي عندها في اي وقت. في البدايه كان كيمشي عندها، ولكن مع الوقت بدا كيمل لان الطريق كانت كتجي بعيده. فقررت رندا انها تقلب ليه على الكر قريب منها، وفعلا لقات لي بيت قريب ليها. كل ما كان والد راجلها كيمشي للخدمه يجي عندها سيد. ولادها ديما كانوا كيسولوها شكون هذا. كانت كتقول لهم هذا خالكم. كان كيجي وكيمشي قبل ما يجي والد من الخدمه. بقاو على هذا الحال لمده ديال 3 شهور تقريبا، ولكن رندا ما عجبهاش الوضع. قررت انها تخلص من والد باش يخلى ليها الجو مع سيد. في واحد النهار قالت للوالد يلا نخرجوا نمشيو نشريو شي حاجه من السوق، ولكن كان هدفها انها تصفيه ودارت خطه في راسها غتنفذها. مشاو للسوق وسط الناس. واحد الوقت قالت له يلا نمشيو ناكلوا شي حاجه. مشاو جلسوا بداو كياكلوا. قالت له جيب لينا شي حاجه اللي نشربوها. الوقت اللي ناض دارت له السم ديال الفيران اللي كان جايبها معاه في الماكله ديالو. رجع كمل ماكلته عادي. واحد شويه بدا كتجيه الدوخه يجيه الردان وطاح على الارض. الوقت اللي طاح فيه والد جمعوا عليه الناس اللي كانوا حداه، هزوه وداوه للمستشفى. حفظوا الله والاطباء عتقوه في اخر لحظه وصنفوا الحاله ديالو على انها تسمم غذائي. وحتى والد ما تسوقش اللي وقع ليه وقال غير تسمم عادي ممكن يوقع لاي واحد. وهنا رندا زادت تعصبات وحقدت عليه اكثر. كيفاش هذا ما ماتش؟ درتي السم ديال الفيران وما ماتش. اتصلت بسيد عشيقها وقالت ليه اللي وقع. قال لي غير صبري شي شويه وديري لي سم يكون اقوى من داك الاولاني. الحيوانه سمعت هضرته وقالت ليه واخا. خرج والد من المستشفى وولات حالته مزيان واستمرت علاقته مع زوجته رندا، وكانت كل نهار تدير ليه المشاكل وكان كيبغيها. من بعد 5 شهور قررت انها تعاود المحاوله وتصفيه، ولكن هذه المره في الدار، يعني قالت الختاميه غتكون في الدار. صوبت له اتاي وحطت ليه فيه مبيد حشري سام. شربوا مسكين وجاو نفس الاعراض، دوخه الردان وطاح على الارض. جات رندا كتغوت. جاو الجيران ديالهم واتصلوا بالاسعاف، ولكن اللي كيضحك هو انه تم الانقاذ ديالو المره الثانيه. داو المستشفى غسلوا ليه المعده ديالو. وهنا رندا زادت انفجرات وتزادت تعصبات لانها كانت متاكده ان هذه المره غادي يموت. ومع كل هذا الشيء اللي وقع ما تحركتش فيها الانسانيه. ربما الله سبحانه وتعالى كيعطيها فرصه فين تراجع راسها، ولكن للاسف ما بغاتش تتوب. عاودت تواصلت مع العشيق ديالها وقالت لي اللي وقع. وهنا طلبت منه انه هو اللي يصفي هذه المره. وافق بكل سهوله وقال لي انا اللي غادي نتكلف هذه المره، غير خرجي هذا السوق. سنه 2018 قالت رندا لراجلها وليد باش يمشي للصيدليه يجيب ليها الدواء لولده. وهنا كانت متفقه مع عشيقها سيد انه هو اللي غادي يقتله. مشى وليد للصيدليه وهو راجع تلاقى مع سيد. جبد السكين وطعنو اكثر من 6 ديال الطعانات. اللي مات خد الجثه ديالو ورماها في بركاسه ديال الزبل اللي قريبه من الحي اللي كيسكنوا فيه. رجع عند رندا وقال لها صافي راني تهنيت منه. من بعد يومين من الجريمه اكتشفت الجثه ديال الوالد واتصلوا الناس اللي شافوها بالشرطه. جاو حدوا الهويه ديال الجثه. مشاو نيشان للدار عند رندا. تحت ليهم الباب وقالوا لها اشنو وقع لراجلها، خصوصا انهم ما لقاوش بصمات ديال القاتل. بدات كتغوت وكتبكي. الشرطه اذكياء عارفين ان هاد الافعال ممكن تصدر من اشخاص ممكن يديروا هذا الجرم. خلاوها تبكي حتى سالات وسولوها. قالوا لي علاش الوالد مات هذه 3 ايام وما بلغتيش؟
تبكات بدات كتمتم. وفيها خلوها تحت المراقبه. عرفوا انها على علاقه مع سيد. قرروا المباحث يستدعيوها ويحقوا معها تحت، لانهم اكتشفوا ان هذا السيد كان كيخلي راجلها يخرج وكيدخل يجلس معها لفتره طويله. شدوه حتى هو يحقوا معاه. ملي كيسولوه يقول لهم كان صاحبي وكنت كنجي نشوفه في الدار، وغير سمعت بموتو جيت كنعزي، ومن بعد وليت كنجي نشوف ولادو لا خاصهم شي حاجه. حتى هو حطوه تحت المراقبه واستدعوا خوت وليد وسولوهم واش عنده شي صاحبه، فكانت الاجابه لا، وليد ما كان عنده حتى شي صاحب سميتو سيد. وعرفوا انه تسمم شحال من مره، فقرروا انهم يديروا خطه سيد ويستدعيوه ويشدوه 4 ايام على ذمه التحقيق. دخلوا لغرفه التحقيق وقالوا لي ان راندا اعترفت بكل شيء، وقالت انك انت اللي سممتيه المره الاولى والمره الثانيه، وانت اللي قتلتيه، وانت اللي خططتي لهذا الشيء. فملي شاف ان لاحت عليه كل شيء بدا كيغوت وبدا كيبكي وبدا كيعترف بكل شيء. وفي ديك الساعات مشاو جابوا راندا وضغطوا عليها حتى اعترفت، وحكموا عليهم بالاعدام شنقا حتى الموت. خليكم تسمعوا القاضي ديال التحقيق اللي هو البطل ديال هذه القصه شنو كان كيقول لهم في ديك المحاكمه. يعني انت مشيتي ورا نزواتك، ورا شهواتك، وسمتيه في اول مره حاولت تقتليه بالسم، حاولت تسميه وربنا نجاك، ما رجعتيش برضه، وصل فضلتي مع الكلب اللي هو عشيقك ده، شريكك في الوساخه والقذاره، كنت تطلقي منه، كنت تسيبيه رب الولاد، عارف هيفضل ملازم ولادك، هتموت وبرضه هيفضل ملازمهم، جنيتي عليهم وانت حيه وانت برضه ميته، يفضل يلازم ولادك وولادهم كمان بعد، كنت تسيبيه يا رب العيال، وكان مجتهد وكويس، حاول يرضيكي بكل السبل، عايزه بيت بره البيت، بره بيت العيله، جاب لك بيت، اشتغل في مكان واشتغل وظيفه ثانيه ويجيب ويحط لك ويديلك الفلوس، وانت ماشيه في الخساره برضه والخيانه والخس والندالة. اخس عليكي، لعنه ربنا عليكي يوم الدين. اذا حكمت المحكمه حضوريا وباجماع الاهرام بمعاقبه كل من السيد محمد ورندا اسماعيل محمد عبد الله بالاعدام شنقا عما اسند اليهما، والزامهما بالمصاريف الجنائيه، وباحاله الدعوى المدنيه الى المحكمه المدنيه المختصه بنا مصري. والله لو كان الامر لي لكنت انفذ فيكم حكم الاعدام، اقطع كل يوم منكم حته على الشباب اللي راح ده. رفعت الجلسه.